وبعد ما بتسيبي العجينه بقى تخمر في العلبه للمره الثانيه، ممنوع ابدا تلمسي العجينه او تحركي العلبه. والعلبه القمر دي هتدخل زي ما هي كده في الصينيه على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، وهتختبري التسويه بتاعتها بعد 40 دقيقه. اول ما تلاقي الوش والجوانب كده اخدت لون واتحمرت، انا اخد معايا في الفرن 50 دقيقه بالظبط. واول ما يطلع من الفرن هتسيبي العلبه بس تهدى شويه، وبعدين هتطلعي التوست من العلبه هيطلع معاكي بمنتهى السهوله. وهتحطي التوست ده في فوطه وهتسيبيه بقى يبرد خالص. وفي حاجه بقى كلنا بنستهون بيها، ان احنا ممكن نقطع التوست ده وهو لسه دافي، وصدقيني بيفرق جدا جدا لما تسيبي التوست ده يبرد كده في الفوطه. يعني ما تبدايش تقطعي فيه قبل 5-6 ساعات كده، علشان لما بتلفيه بالفوطه وهو لسه سخن كده، فالسخونيه دي بتكمل التسويه بتاعته، وكمان بيخلي القشره بتاعه التوست كده طريه زي ما انتم شايفين. ويا ريت بلاش ابدا ابدا تسيبي التوست يبرد وهو في العلبه، لان طبعا العلبه هتبخر وهتعمل ميه، والبخار ده هيأثر في القشره بتاعه التوست ومش هيكون حلو ابدا. وبس كده يا ستي، مكونات بسيطه جدا وطريقه التحضير مفيش اسهل من كده، لان ما بيحتاجش تشكيل ولا اي حاجه. احنا بنفرد ونلف رول